السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايش نحوالكم يا جماعة، إن شاء الله تكونوا لاباس الناس الكل. اليوم جيتكم وصفة سهلة ماهلة محلاها، خفيفة ظريفة، أي واحدة تنجم تعملها. مقروض أبيض وأحمر، شي يعمل الكيف، طيب في الفور صحي، ماهوش مقلي في الزيت. نودكم ولا نشهيكم، شي يعمل الكيف والله. روسيت طيارة في متناول الناس الكل، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. كان تشاهدوا فيا اول مرة، ادعموني بلايك واشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الكل. ويلا نتوكلوا على ربي نبداو. بسم الله الرحمن الرحيم. خذينا كيلتين ماء عليهم 3 كيلات سكر وعصرة باهية قارص، ولا تاخو كيكة رونديلا وتحطها باه. لنا أخذينا 800 جرام فرينة، عليها 200 جرام زبدة، وتخلطهم بالباهي مع بعضهم. تحاول تدخلهم هكا في بعضهم بالباهي، تدخل زبدة في الفرينة بالباهي بالطريقة هذه بصوابعك. طريقة سهلة ومبسطة ما فيها حتى شيء، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم بقدرة ربي. ولنا ناخذو زيت 3 مغارف سكر كافيين على الآخر، وزوز بيضات، زوز 3 مغارف سكر وزوز بيضات، وسكر فاني، كعبة سكر فاني، وتحلهم هكا بالباهي مع بعضهم وتزيدهم للخليط. من بعد نحسوا الخليط شوية ناخدو 3 بيضات، مش زوز قهوة، 3، وتدخلهم في الخليط بالباهي. تحلهم هكا باش يتحل السكر يذوب. تنجم تحط سكر محور، هذاك سكر جلاس، ندخلو هكا في الخليط بالباهي. باش نحسها هكا مازالت شايحة برشا، وليت زدتها عظمة أخرى، كبيرش نكتفي بزوز يا أخي، لا، 3 بيضات. تزيدهم الخليط وتلمها حتى تحصل على عجينة متماسكة، تلمها مش تعجنها، ما يتعجنش يعني متاع الحلويات بصفة عامة ما تعجنش، كانش يولي كيف الخبز. تلم لمين حتى تحصل على عجينة متماسكة بالطريقة هذه. هو بقالي من المرة الأخرى من المقروض العادي ذاك متاعنا، بقالي التمر، مفوح مريقل حاضر بودان ومروحة. وليت جيت على بالي، قلت يبر علاش ما نعملش في الفور، صحي وكل شيء. سيب هكا عجينة متماسكة وتاخو هكا بشوية وتحل هادي بودان. بالطريقة هذه. بعد تحل هكا بشوية بصوابعك هكا وتحط فيها التمر متاعك. كيف المراحل متاع المقروض المقلي بالضبط، ما جوست يختلف، هذا بالفارينة والاخر بالسميد، وهذا زاد في الفور والاخر مقلي. هي البداية
وريت إنه مقروض أبيض ومقروض الأحمر، أما في الآخر باش نزيد مقروض واحد آخر. في الآخر باش نتحصلوا على 3 أنواع. في البداية بديت بصوص كاو، هكا نقصوهم، نشكلوها ونقصوهم ونستويو الحرافة متاعها، خاطر كي تقص هكا تنجم هكا تجي شوية زايدة والكل، تقص وتركهم وتحط ترصه في الطبق فيه بابي كويسون وتحطه في الطبق، وتعاود نفس الطريقة، تعاود تشكل، تعمل نفس الطريقة كي تستويهم الكعبات وتحطهم في الطبق بنفس الطريقة. الحاجة الباهية لنا إنه في الفور بنقص زيوت، يعني نعاودو نفس الطريقة حتى نعبيو الطبق متاعنا. والله عملت لي كمية محترمة زادة باهية. التمر ممكن نص فرطل استعملت ولا حتى أقل. اللي تبع رسيتي المرة اللي فاتت فضلي، اللي فضلي هذاك حاضر، عملت منه وما زال منه ما شاء الله، يعني ما تكلفتش برشا، يعني هيك كان رصو تمر بالباهي وتسكر عليه بالباهي وتحلها. هي والتمر تحلها هكا بالباهي وتستويها بيدك والكل، كان هكا مش مسكر بالباهي ولا حاجة، تركها وتقصه شكل المقروض، غير لا قالب لا حتى شي، وما تجيش كعبة كبيرة برشا راهو، هكا تنحي الأحراف منا وترصف البقية هكا. هذا يطبق الأولاني، ندخلوه الفور على 180 درجة، فور مسخن من قبل نصف ساعة كيكا يطيب. هذاك هو المقروض متاعنا. هذا شحور بارد فيه المقروض سخون، ولو اني هكا زيت سخنته شعرة، حسيت المقروض برد شوية، الدنيا باردة، حسيته هكا برد ما حليش الشحور بالباهي. هكا تغطسها في الجلجلين، تنظف الجلجلين وتعرجه على النار وترحيه، تخلي فيه حتى شوية كعب وتغطس الكعبة في الشحور وتحطها هكا في الجلجلين بالطريقة هذه. توا هذا نواد كوكو بنفس الطريقة، تغطس في الشحور وبعد تغطس الكعبة في نواد كوكو. نكمل الكونتيتي الكل بنفس الطريقة. وهذه ما شاء الله النتيجة تابل، نودكم ولا نشهيكم. شوف هذه اللحظة الحاسمة، وقت اللي نذوق ما شاء الله يهبل. نودكم ولا نشهيكم، جربوه وتفكروني ان شاء الله يعجبكم، بقدرة ربي يعجبكم. شوفوا ما شاء الله.
بنين يهبل ما شاء الله، شي كبير. أما خسارة فسدت الرجيم متاعي ما شاء الله، نقصت 16 كيلو، ظهر لي رجعها نفيسة. عملت عزيمة باهية ونقصت والكل، باش نرجعهم يظهر لي كيف باش نكمل هكا. وهذا يا مقروض خليته كيما هو الحقيقة، والله بنين يهبل ما شاء الله. بالرغم ما حطيتش برشا سكر في من الأول، أما ما شاء الله مع التمر هز روحه ما شاء الله، جاي باهي. إن شاء الله تجربوه وإن شاء الله يعجبكم. لايك واشتراك، إلى اللقاء.